يا صباح الفل والهنا، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم طريقه مخلل اللفت بتاعت مامتي الله يرحمها. عايزه اقول لكم بقى احلى طريقه لفت ممكن تاكليه، وكمان تاني يوم هيتاكل. عايزه اقول لكم حاجه كده اللهم بارك زي الفل. وشايفين بقى الليمون اللي كنا عاملينه مع بعض؟ بوريهولكوا بشوف ووريكوا لونه عامل ازاي. يلا نقول بسم الله ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. دعوة حلوة لأمي وأختي، ربنا يرحمهم ويجعل مسواهم الجنة. ويلا بينا هقول لكم على طريقتي في تخليل اللفت. عايزه اقول لكم بطريقه سهله جدا، ودي بقى الطريقه مضمونه. لا اللفت معاكي هيطرى ولا هيغير ولا لونه يزرق ولا اي حاجه. اول حاجه انا ما بلقيتش اللفت الكبير قوي، انا لقيت الواحده الوسط يعني ده. كنت جايبه 3 كيلو ب10، ولقيت الواحده الوسط ونضفت كده اللفتايه. وممكن تسيبي العروق وممكن تشيلي العروق حسب اللي انتوا بتحبوا ايه. هنا بقى قطعت كل اللفت زي ما انتوا شايفين كده، وخدته تحت الحوض بقى، وفي طبق نقعته بتاع يعني بتاع 10 دقايق كده، ربع ساعة تحت المية الجارية، وغسلته كده كتير قوي لحد ما بقى زي الفل زي ما انتوا شايفين. ورشيت عليه ملح وشطة، ايوه ملح وشطة. وحطيه في المصفى بقى وسيبيه كده لمدة ساعة ساعتين ينزل المية بتاعته. عايزة اقولك بقى التركية دي هتخلي اللفت بتاعك مقرمش ومش طري خالص، وما يطراش منك ويبوظ، ويقعد معاكي فترة طويلة جدا مقرمش كده وطعمه تحفة. اهم حاجة التركية دي يا بنات مهمة جدا، تقطعي اللفت وتحطي له مية، تحطي له ملح وشطة، وتسيبيه لمدة ساعة ل3 ساعات على حسب الوقت بتاعك. كل ما تسيبيه ينزل المية كل ما يبقى احسن معاكي في التخليل، ويقعد معاكي فترة اطول، وكمان ما يطرش منك ولا لونه يغير. اللي هو اللون بيزرق يا بنات، هقول لكم لون بيزرق ليه. في بنات كتيره بتقول لي يا فاتن انا بعمل مخلل اللفت بس لونه بيبقى مزرق مع اني بحط بنجر. البطرمان بتاعك بيبقى داخله هوا، لازم تقفلي البطرمان كويس جدا. اي مخلل بتخلليه، اي نوع مخلل، لازم البطرمان يكون محكمة الغلق كويس قوي، مفيش هوا بيخش. طبعا البطرمانات انا غسلاها كويس اوي ومعقماها، وبعد كده بقى سبتها تتصفى خالص ما فيهاش اي ميه. حطيت بقى اللفت بتاعي زي ما انتم شايفين كده، بعد ما سبتهم ساعه كده اللفت ينزل ميته كلها. وطبعا رحت اشتري بنجر، لقيت البنجر غالي فكان عندي في الفريزر، فكسرت كده بعمل اللي في الفريزر. وعلى فكره يا بنات، موضوع التفريزات الحاجات دي والله بتنفع. لما لقيت كان هيديني بنجرة صغيرة جدا واحدة ب10 جنيه، قلت لا ده انا عندي في الفريزر هستخدم اللي في الفريزر. شايفين بقى الحاجة لما بتبقى موجودة في البيت بتسهل عليكي وما بتشتريهاش بالغلو. هنا بقى عندي مية كنت مغليها قبل كده وسبتها تبرد خالص، يعني مية مفنطرة. يعني ايه مية مفنطرة يا فاتن؟ يعني مية ما تكونش من حنفية، لا اما من فلتر او مية غلياها وسايباها تبرد خالص. حطيت عليها معلقتين من الشطة، ومعلقتين 3 من الخل، ومعلقة سكر صغيرة طبعا مش كبيرة. السكر برضو هيحافظ لك على قرمشة المخلل. ما تكتريش خل، يعني هما معلقتين 3 خل على البطرمانين دول. انا اصلا ما بحطش الخل، بس بصراحة انا جوزي عايز ياكله بعد ساعة فحطيت معلقتين الخل دول عشان يخليه يستوي بسرعة. وهنا نسيت احط هريسة الشطة، وهريسة الشطة اصلا المخلل اللفت ما ينفعش من غير هريسة شطة. كان عندي برضو في الفريزر طلعتها وحطيت كده بقى معلقتين 3 في البطرمان. عايزة اقول لكم اللهم بارك تحفة. بجد المخلل اصلا يا بنات ما بيقعدش عندي ما شاء الله من كتر ما هو حلو. عملت بقى كده واحد ليا وواحد لاختي، اخدته معايا بقى وانا كنت رايحه لها النهارده. وجمعة مباركة عليكم، بحبكم يا احلى اخوات في الدنيا. متنسوش بقى تجربوا الطريقة وتقولوا لي.